السلام عليكم حبايبي طلاب المرحلة الإعدادية، أخباركم عاملين إيه؟ معاكم مستر محمد رجب. النهاردة بإذن الله هنشتغل مع بعض الدرس الثاني من منهجنا. الدرس الأول الحصة اللي فاتت اتكلمنا مع بعض على تركيب الذرة بتتركب من إيه؟ وإيه البنية بتاعت الذرة ومحاولات اكتشاف العلماء ليها. اتكلمنا عن عالم اسمه دالتون واتكلمنا عن عالم اسمه رذرفورد، وعرفنا التركيب بتاعها وايه الجسيمات اللي بتتكون منها النواه، لحد ما وصلنا عن اهميه الكيمياء. قلنا ان احنا ممكن نستخدم الكيمياء في حاجات كتير، زي ان احنا نطور مركبات زي الاسمده. طب مستر النهارده بقى هنتكلم على ايه؟ قال لك النهارده ان شاء الله هنتكلم على جزئيه مهمه جدا. هنبدا نتكلم على مستويات الطاقه وطريقه ملئها، ازاي بملى مستويات الطاقه ويعني ايه اساسا مستويات طاقه. طب وتاني حاجه هنتكلم عليها هي نظائر العناصر. كل ده هنتكلم عليه النهارده باذن الله. طب تعالوا كده نبدأ مع بعض حصتنا ونسمي الله. أول حاجة عاوزين نعرفها هي الإلكترونات بتاعتنا. احنا قلنا الحصة اللي فاتت إن النواة عبارة عن أو إن الذرة عبارة عن نواة بيدور حواليها إلكترونات، وإن النواة عبارة عن جسيمات موجبة وجسيمات متعادلة، إن هي البروتونات والنيوترونات، والنواة بيدور حواليها جسيمات سالبة الشحنة اسمها إلكترونات. لحد كده والدنيا كانت معانا تمام، حلو قوي. طب يا مستر الالكترونات بقى اللي بتدور دي بتدور فين؟ قال لك ان الالكترونات دي بتدور في حاجه اسمها مستويات طاقه، بتدور في حاجه اسمها مستويات طاقه. طب يا مستر مستويات الطاقه دي يعني مكانها فين؟ حاجه مثلا مكان الالكترونات بتمشي فيه زي ما حضرتك ما بتقول هي بتدور فيه؟ قال لك لا، ان مستويات الطاقه دي هي مش مكان موجود بالفعل. ازاي يا مستر؟ قال لك ان دي عباره عن مناطق وهميه، عباره عن مناطق وهميه بتدور فيها الالكترونات حول النواه كل حسب طاقته. تعالوا نفهم كده التعريف ده مع بعض. اول حاجه بيقول لك دي مناطق وهميه. يعني ايه يا مستر؟ يعني دي مناطق بتصنعها الالكترونات عن طريق اللف بتاع الالكترونات، بتقدر ان هي تصنع لي مستويات الطاقه. يعني يا مستر لو الالكترون وقف، لو الالكترون عندي وقف، معنى كده ان انا مش هيبقى عندي حاجه اسمها مستوى طاقه، هيبقى عندي الكترون واقف في مكانه ما بيتحركش، فما عنديش حاجه اسمها مستوى طاقه. طب زي ايه كده؟ قال لك زي المروحه. المروحه اللي عندنا في البيت لما انت تيجي تبص عليها بتبقى عامله ايه؟ عباره عن 3 اجنحه او 3 ريش بتوع المروحه، لو سواء بقى كانت مروحه سقف او مروحه انت بتشغلها، كل دي انت بتشوفها عباره عن ريش بتدور. لو هي ثابته هتلاقي مثلا ال3 ريش محطوطين قدامك او ال4 ريش قدامك. طب اول ما المروحه دي ما بتتحرك بتعمل شكل ايه؟ بتحسها بتعمل شكل دائري، شكل دايره عماله تلف. تعرف تحدد مكان اي ريشه من الريش بتوع المروحه دول؟ لا طبعا. ازاي؟ ما هي المروحه بتدور يا مستر، هعرف مكانها ازاي؟ اهو ده بالظبط اللي بتعمله الالكترونات. الالكترونات لما بتدور بتعمل شكل اسمه مستويات طاقه، بتبقى عباره عن مناطق وهميه الالكترونات بتفضل تدور فيها. طب لو الالكترونات وقفت هيبقى عندي حاجه اسمها مستوى طاقه؟ قال لك لا، لان دي صنعت بواسطه الالكترونات، بواسطه الدوران بتاع الالكترونات. طب قلنا بتدور فيها الالكترونات كل حسب طاقته. يعني يا مستر قال لك ان كل الكترون عندنا بيدور في مستوى طاقه بس حسب الطاقه بتاعت الالكترون نفسه. ازاي؟ يعني مثلا خلينا نعرف الاول ايه مستويات الطاقه اللي عندي. قال لك ان الالكترونات عندنا بتدور كل حسب طاقته في 7 مستويات للطاقه، في 7 مستويات للطاقه، 7 مستويات طاقه رئيسيه. وقال لك يرمز لاول 4 مستويات بالرموز K وL وM وN. طب يا مستر معلش انا عندي فضول عاوز اعرف ايه هم ال7 مستويات طاقه. تعالى يا سيدي اعرفك عليهم. قال لك ان ال7 مستويات طاقه اللي عندنا هم K L M N O B Q. K L M N O B Q، 7 مستويات طاقه، كل واحد منه بيدور فيه عدد من الالكترونات. طب الالكترون اللي بيدور في كل مستوى طاقه بيدور على حسب ايه؟ قال لك على حسب طاقه الالكترون. يعني مثلا لو الالكترون ده سريع جدا وعنده طاقه كبيره يقدر يدور فين؟ يقدر يدور مثلا في مستوى الطاقه K او B. طب لو الالكترون ده مستر سرعته قليله او الطاقه بتاعته قليله ما يقدرش ان هو يدور لمسافات كبيره، فبيبدا يدور في اول مستوى طاقه. عارفين عامله زي ايه؟ زي التراكات بتاعت الملاعب. مش تلاقي مثلا ان في تراك بيبقى فيه تراكات في ملاعب بتبقى صغيره وتراكات كبيره؟ ينفع الشخص اللي بيجري في تراك صغير مع اول مره يبدا يجري فيها ينفع يجري في التراك الكبير؟ لا. ليه؟ لان التراك الكبير هيكون واسع عليه، فهو اخره لو عرف يجري اساسا هيجري مره. على عكس لو بيجري مثلا في تراك صغير هيقدر يجري مسافه كبيره، لان هو طاقته على قد التراك الصغير.
طب مجرد ما انا ما قلت له ابدا اجري بقى في التراك الكبير، طبعا هيحتاج طاقه اكبر. ده بالظبط اللي بيحصل عند الالكترونات، ان الالكترونات اللي بتبقى طاقتها قليله تقدر ان هي تجري في مستوى الطاقه كي او ال. طب لو انا اديتها طاقه زياده تبدا ان هي تنتقل وتنتقل في مستويات طاقه اخرى، وتبدا ان هي تتحرك في مستويات طاقه اخرى. لكن طول ما هي عندها طاقتها قليله ما تقدرش تتحرك من مستويات الطاقه دي. برضو نفس الموضوع عند الالكترونات اللي مستويات الطاقه عندها او موجوده في مستويات طاقه عاليه وعندها طاقه كبيره، ما تقدرش ان هي تتحرك في مستويات الطاقه القليله. يبقى احنا قلنا كده عندنا 4 مستويات للطاقه الالكترونات بتدور فيها على حسب طاقه الالكترون، اللي هم مين؟ كي ال ام ان او بي كيو. 7 مستويات طاقه وترتيبهم مهم. الاول هو مستوى الطاقه كي، الثاني ال، الثالث ام، الرابع ان، الخامس او، السادس بي، السابع كيو. مهمين قوي حفظ الترتيب لان ساعات بيسأل على ترتيب مستويات الطاقه. يبقى احنا كده عرفنا الالكترونات بتدور في مستويات طاقه وهي مناطق وهميه بتدور فيها الالكترونات على حسب طاقتها. كام مستوى طاقه؟ 7. اول 4 منهم كي وال وام وان. طب والباقي او وبي وكيو. طب تمام. قال لك ان كل بقى مستوى طاقه رئيسي بيتكون من عدد من مستويات الطاقه الفرعيه اللي بتدور في الالكترونات باشكال مختلفه. يعني كل مستوى طاقه رئيسي من اللي احنا اتكلمنا عليهم دول بتدور جواه الالكترونات، لكن بتدور جوه مستويات طاقه فرعيه بتبقى موجوده جوه مستوى الطاقه الرئيسي، ولكن ليها طريقه معينه بتدور بيها. دراستها مش مطلوبه مننا قوي، بس المهم ان احنا نبقى عارفين ان كل مستوى طاقه رئيسي جواه عدد من مستويات الطاقه الفرعيه. طب عرفنا برضو ان كل مستوى طاقه بيبقى ليه عدد من الالكترونات. طب انا احدد ده ازاي بقى مستر؟ تعالوا نعرف بقى المعلومه دي مع بعض. قال لك ان كل مستوى طاقه من مستويات الطاقه الاربعه اللي عندنا بيتشبع بعدد محدد من الالكترونات. منين؟ قال لك من العلاقه اسمها 2n باي 2 او 2 نون اس 2. بالعربي كده عندنا اسمها 2 نون اس 2. طب مين نون ده يا مستر؟ قال لك نون ده بيمثل رقم مستوى الطاقه الرئيسي اللي الالكترون بيدور فيه. يعني ايه يا مستر؟ تعالوا نطبق مع بعض. يعني لو انا مثلا عندي مستوى الطاقه كي، ده ترتيبه كام؟ قلنا ده ترتيبه مستوى الطاقه الاول. طبعا عشان اعرف هو هيشيل كام الكترون او هيتحرك فيه كام الكترون، قال لك بعرفها من العلاقه اللي هي 2 نون اس 2. طب نون ده اللي هو ايه؟ رقم مستوى الطاقه. طب كده قلنا هو مستوى الطاقه الاول، فهعوض مكان النون بواحد، فيبقى 2 في 1 اس 2. 1 اس 2 بواحد في 2، يبقى مستوى الطاقه كي هيشيل 2 الكترون. طب تعالى كده طبق معايا على مستوى الطاقه اللي وراه اللي هو ال ده مستوى الطاقه الكام يا مستر؟ قال لك ده مستوى الطاقه الثاني. برضو هنطبق عليه العلاقه اللي هي بتقول 2 نون اس 2. طب هنعوض مكان النون بكام؟ هو مستوى الطاقه الثاني، يبقى هنعوض مكان النون ب2، فيبقى 2 في 2 اس 2 هيساوي 2 اس 2 ب4. 4 في 2 ب8 الكترونات. يبقى كده مستوى الطاقه كي بيشيل عدد 2 الكترون، مستوى الطاقه ال بيشيل 8 الكترونات. نخش على مستوى الطاقه اللي وراه اللي هو الام. برضه هنعوض من العلاقه 2 نون اس 2. طب الام ده مستوى الطاقه الكام؟ الثالث، فهعوض مكان النون بكام؟ ب3، فيبقى 2 في 3 اس 2. 3 اس 2 ب9، 9 في 2 ب18، 18 الكترون. يبقى مستوى الطاقه ام ممكن يدور فيه 18 الكترون. طب نخش على مستوى الطاقه اللي وراهم اللي هو الان. برضه هنعوض بالعلاقه اللي هي 2 نون اس 2، فيبقى 2 في 4 اس 2. 4 اس 2 ب16، 16 في 2 ب 32 الكترون. يبقى مستوى الطاقه ان بيدور فيه 32 الكترون. وقال لك جينا لحد هنا ووقفنا. طب ليه يا مستر؟ هو احنا جينا لحد هنا ووقفنا عشان احنا ادانا 4 رموز بس او ادانا 4 مستويات طاقه بس؟ اقول لك لا. قال لك لان ما ينفعش مستوى طاقه يشيل اكتر من 32 الكترون. فاحنا لو جينا طبقنا العلاقه دي على مستويات الطاقه اللي بعد كده اللي هي الاو والبي والكيو، هنلاقي ان مستوى الطاقه هيطلع الناتج بتاع العلاقه دي باكتر من 32 الكترون. وده ما ينفعش، لان في الحاله دي بيقول على الذره دي ان هي غير
مستقره. يعني ايه يا مستر ذره غير مستقره؟ بتبقى ذره مثاره او ذره مشعه، ما ينفعش ان احنا نتعامل معاها، فما ينفعش يبقى مستوى الطاقه فيه اكتر من 32 الكترون. اخر حاجه او اكتر عدد ممكن يشيله مستوى الطاقه هو 32 الكترون. يعني معنى كده يا مستر الاو بيشيل كام؟ قال لك بيشيل 32. طب البي نفس الموضوع. طب الكيو نفس الموضوع برضو 32. يبقى اقصى عدد بيشيله مستوى طاقه هو 32 الكترون. طب تعالوا نكمل نشوف بعد كده هيقول لنا ايه. قال لك هنلاحظ بقى حاجتين. رقم واحد ودي مهمه قوي قوي، قال لك ان طاقه الالكترون بتزداد كلما ابتعد مستوى الطاقه اللي بيدور فيه عن الايه؟ النواه. يعني انا قلت عندي 4 مستويات طاقه K L M N. اقرب واحد فيهم مين؟ الكي. اقرب واحد لمستوى الطاقه الاول الكي، ده اقرب واحد للنواه. فقال لك ان طاقه الالكترون بتزداد كل ما بيبعد مستوى الطاقه اللي بيدور فيه عن النواه. يعني الكي ده هو اقرب مستوى طاقه للنواه، تمام؟ يعني هو اقرب واحد للنواه. طب لو انا جيت ابعد عنه، دخلت مثلا على ال، فقال لك ان انا كل لما ببعد، كل الالكترون ما بيبعد ويروح لمستوى طاقه ابعد عن النواه، بتبدا الطاقه بتاعته تزيد. يعني مثلا ال كده الطاقه بتاعته اكبر من مستوى الطاقه كي. لو في الكترون بيدور في مستوى الطاقه ال، هتبقى طاقته اكبر من الالكترون اللي بيدور في مستوى الطاقه كي. طب يا مستر يعني معنى كده ان الام الالكترونات اللي بتدور فيه طاقتها اكبر من اللي في ال؟ اقول لك اه. طب والان اكبر من اللي في الام واكبر من ال واكبر من الكي. فكل لما ببعد عن النواه، كل لما طاقه الالكترون بيحصل لها ايه؟ بتزداد. كل لما تبعد كل لما الطاقه تزداد. طب ليه يا مستر؟ السؤال ده على فكره بيحب ان هو يجيبه لنا علل. قال لك لان طاقه الالكترون بتساوي طاقه المستوى الذي يدور فيه. يعني ايه؟ يعني مثلا الالكترون بيدور في مستوى الطاقه كي، فطاقته هتساوي طاقه مستوى الطاقه كي. قلت لكم ليه؟ لان مستويات الطاقه دي عباره عن مناطق وهميه بتصنع بواسطه الالكترونات، فدايما الطاقه بتاعت مستوى الطاقه هي طاقه الالكترون. فلما يجي يقول لك ليه طاقه الالكترون بتزداد كلما ابتعد مستوى الطاقه اللي بيدور فيه عن النواه؟ ليه؟ حيث ان طاقه الالكترون بتساوي طاقه مستوى الطاقه اللي بيدور فيه. طب تاني حاجه عاوز يقولها لنا بقى، قال لك ان الفرق في الطاقه بين كل مستوى طاقه والمستوى الذي يليه يقل بالابتعاد عن النواه. ايه يا مستر الكلام ده؟ الدنيا بتتلخبط مني، احنا ما بقناش فاهمين. تعالوا نفهم مع بعض. احنا قلنا اول حاجه كده ان انا كل ما ابعد عن النواه كل ما طاقه الالكترونات بتزيد. طب ليه؟ لان طاقه الالكترون بتساوي طاقه مستوى الطاقه اللي هو بيدور فيه. تمام يا مستر، ماشي سهله دي. يعني كل ما بيبعد كل ما طاقه الالكترون بيزيد. امال ايه الفرق بين مستويات الطاقه وايه الكلام ده يا مستر؟ تعالوا نفهم مع بعض. دلوقتي لو افترضت ان انا عندي دي النواه، اول مستوى طاقه جنبها هو الكي. حلو ماشي يا مستر مفيش مشكله. المستوى اللي وراه ال. الفرق ما بينهم زي ما انتم شايفين الفرق ما بينهم كبير. تمام يا مستر. طب المستوى اللي وراه هيبقى الام. فقال لك ان الفرق بين كل مستوى طاقه ومستوى الطاقه الذي يليه بيقل كل لما بنبعد عن النواه. كل ما بنبعد عن النواه. يعني ايه؟ يعني الفرق بين مستوى الطاقه كي اقل او اكبر من الفرق بين مستوى الطاقه ال والام. يعني الفرق بين الكي والال اكبر من ال والام. ليه؟ كل لما بنبعد عن النواه كل لما الفرق بين مستويات الطاقه بيحصل له ايه؟ بيبدا ان هو يقل. طب تعالوا كده نخش على الان. برضو الفرق بين الام والان اقل من الفرق بين ال والام، اقل من الفرق بين الكي والال. طب ليه يا مستر؟ قال لك لان الفرق بين كل مستوى طاقه ومستوى الطاقه الذي يليه بيقل كل لما بنبعد عن النواه. يعني انا كل لما ببدا اتحرك وابعد عن النواه بيبدا الفرق بين مستويات الطاقه يحصل له ايه؟ يقل. يعني الفرق بين مستوى الطاقه كي وال اكبر من الفرق بين مستوى الطاقه ال وام، واكبر من مستوى الطاقه ام وان. تمام. طب يا مستر مين في دول اكبر واحد في الطاقه؟ قلنا ان انا كل لما ببعد عن النواه طاقه الالكترون بتزيد وطاقه مستوى الطاقه بتزيد. فاكبر واحد في الطاقه هو الان. طب مين بعديها واقل منه؟ الام. طب مين اقل؟ ال. طب مين اقل واحد في الطاقه؟ هو الكي. والالكترونات اللي بتدور في مستوى الطاقه كي هي اقل الكترونات من حيث الطاقه. اقل الكترونات من حيث الطاقه. طب تعالوا نخش على النقطه اللي وراها. دلوقتي يا مستر
انا عرفت الالكترونات بتدور ازاي. طب دلوقتي بقى مستر انا عرفت عدد الالكترونات اللي المفروض تكون في كل مستوى طاقه، وعرفت ان عندي حاجه اسمها مستويات طاقه الالكترونات بتدور فيها. طب لو انا معايا عدد من الالكترونات ابدا اوزعها ازاي على مستويات الطاقه؟ يعني كل مستوى طاقه بياخد الكترونات ازاي؟ يعني مثلا لو انا معايا 10 الكترونات ببدا امشيهم واحد 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 بالتساوي، يعني ادي الكي واحد، بعد كده ال واحد، بعد كده الام واحد والان واحد، وارجع تاني اوزع على الكي ادي له واحد، بعد كده ال واحد، وبعد كده الام واحد. ولا مثلا بملى الاولاني الاول، بعد كده املى الثاني، بعد كده املى الثالث، ولا بعد كده املى الرابع، ولا اعمل ايه يا مستر؟ ازاي او ايه الطريقه اللي انا بوزع بيها الالكترونات في مستويات الطاقه؟ تعالوا نفهم الحته دي مع بعض. قال لك في البدايه كده ان بيملأ مستوى الطاقه الاول بالالكترونات، يعني اول مستوى طاقه بملاه هو مستوى الطاقه الاول. يعني انا مثلا معايا 10 الكترونات، اول واحد ببدا املاه هو مستوى الطاقه كي، هو مستوى الطاقه كي. طب بعد كده املى مين؟ قال لك بتملى ال. طب بعد كده الام. فبيقول لك يملأ مستوى الطاقه الاول بالالكترونات ويتتابع ملء مستويات الطاقه الاعلى. يعني انا اول حاجه ببدا بالاول، بعد كده الثاني، بعد كده الثالث. طب على حسب ايه بقى؟ على حسب عدد الالكترونات اللي في الذره. يعني مثلا لو انا معايا 10 الكترونات هبدا ادي الكي 2، لان قلنا الكي بيتملى ب 2 الكترون من القاعده بتاعتنا اللي هي اسمها 2 ن اس 2. طب الكي هياخد الكترونين. طب والال يا مستر؟ ما هياخد 8. ما احنا جينا عوضنا مستوى الطاقه الثاني، فهيبقى 2 في 2 اس 2، 2 اس 2 ب 4 في 2 ب 8. طب والباقي؟ خلاص انا معيش باقي، انا قلت انا معايا 10 الكترونات، فهيبدا الام ما يروحلوش حاجه، يتوزعوا على الاثنين دول. طب مثلا لو انا معايا 11 هبدا برضه اوزعهم، ابدا بالاولاني اللي هو الكي ادي له 2. طب والباقي؟ ابدا ادي ال. طب ال اتملى ابدا اخش على الام وادي له 1، وهكذا. يبقى دايما طريقه ملء مستويات الطاقه عندي بتبدا من الصغير ثم الاكبر ثم الاكبر. ما ينفعش املى مستوى طاقه من غير مستوى الطاقه اللي قبليه ما يكون ممتلئ. ما ينفعش املى ال من غير ما اكون مالي الكي، ما ينفعش املى الام من غير ما ال والكي يكونوا ممتلئين تماما بالالكترونات. يعني يبقى ده في 2 وده في 8، وبعد كده اخش على الام. تمام؟ واداني بقى معلومه مهمه قوي، قال لك ان مستوى الطاقه الاخير في اي ذره لا يحمل اكتر من 8 الكترونات مهما كان رقمه، باستثناء مستوى الطاقه كي. ليه؟ لان هو كده كده ما بيشيلش اكتر من 2 الكترون. تعالوا نطبق الكلام ده على الرسمه. عندي مثلا رسمه زي اللي قدامي دي بتمثل لي ذره عنصر. اول حاجه مستوى الطاقه الاول، الغلاف الاول فيه 2 الكترون. طب مستوى الطاقه الثاني فيه 8 الكترونات، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. طب مستوى الطاقه اللي وراه هيشيل 18 الكترون على حسب القاعده. طب اللي بعديه 32 الكترون. بس في بقى معلومه مهمه قوي، لما نيجي نوزع المره دي، لما نيجي احنا نشتغل على العناصر ونبدا ان احنا نوزع، قال لك ما ينفعش مستوى الطاقه الاخير في اي ذره يشيل اكتر من 8 الكترونات. طب يعني ايه؟ يعني ما ينفعش اجي اوزع وبعد كده ادي الكي 2 وادي ال 8 وبعد كده ادي الام 9. طب ليه يا مستر؟ ما هي مش ال دي بتشيل 18؟ ما هو قال لك ما ينفعش مستوى الطاقه الاخير يشيل اكتر من 8 الكترونات. عاوزين نفهم ونصحصح مع بعض. يعني لو انا معايا 19 الكترون مش هدي 9 للام، امال اعمل ايه يا مستر؟ قال لك ان الام اخرها هتشيل 8، لان ما ينفعش مستوى الطاقه الاخير يشيل اكتر من 8 الكترونات. طب الباقي يا مستر اوديه لفين؟ قال لك الباقي اديه للان. يعني لو انا معايا 19 الكترون هدي ده 2 وده 8 وده 8 وادي لده 1. صعبه دي؟ طب تعالوا كده ناخد كام مثال ونطبق مع بعض. اهم حاجه تكون جبت كوبايه الشاي بتاعتك سندوتشك ومجهز نفسك عشان تبقى مصحصح للكلام اللي هنقوله بقى، لان الكلام اللي هنقوله دلوقتي هيترتب عليه بقيه الشغل اللي هنشتغله في بقيه الدرس ده والدرس الثاني كمان. كله مرتبط ببعضه، وكمان الدرس الثالث كل الكلام ده مرتبط ببعضه. فلو انت سقطت منك الجزئيه دي حاجات كتير جدا هتسقط منك، فاهم حاجه نركز مع بعض في الجزئيه دي. يلا بينا ظبط دنيتك، هات الدرينك بتاعك، يلا بينا نبدا مع بعض. ناخد مثال زي عنصر اسمه الصوديوم. الصوديوم احنا عارفين من الحصه اللي فاتت خلاص، اخدنا الرموز المفروض ان احنا حفظناها. الصوديوم رمزه Na. عدد الالكترونات اللي فيه 11. انا معايا كام؟ 11 الكترون.
عاوز اوزعهم، اعمل ايه؟ ابدا احط مستويات الطاقه. اول حاجه او اول مستوى طاقه عندي هو الكي. لو انتوا فاكرين من العلاقه بتاعتي قلت ان الكي بياخد عدد 2 الكترون. طب يبقى انا كده اول حاجه وزعت على الكي 2 الكترون، فاضل لي كام الكترون؟ ابدا اطرح 11 ناقص 2، يعني فاضل لي كام الكترون؟ 9. اقوم رايح ال هيشيل كام الكترون؟ 8. اقوم مدي ال 8. ابدا اطرح 2 و8 10، 11 ناقص 10 يبقى فاضل لي الكترون. ادي الالكترون ده لمين؟ قال لك بديه للام، فيبدا الام ياخد الكترون. صعبه دي؟ ده بالنسبه لتوزيع اول عنصر. تعالوا ناخد مثال تاني. يقول لك مثلا عنصر زي النيتروجين، عدد الالكترونات فيه 7. هبدا اوزعهم. اول حاجه هدي للكي، ادي الكي كام؟ 2 ولا 1؟ لا هدي له 2، قلنا بملى مستوى الطاقه بالتتابع. طب فاضل لي كام؟ 7 ناقص 2 5. اقوم مدي الخمسه اللي فاضلين، ولا ادي له 3 وادي الام 2؟ لا، قلنا لازم نملى مستويات الطاقه بالتتابع، يعني الاصغر ثم الاكبر ثم الاكبر. طول ما انا عندي اماكن فاضيه في مستوى الطاقه ما ينفعش انتقل على مستوى الطاقه اللي بعديه. تعالوا ناخد مثال تاني نفهم بيه بقى بتاع الجزئيه بتاعت ما ينفعش مستوى الطاقه الاخير يشيل اكتر من 8 الكترونات. قال لك عنصر زي الكالسيوم، العنصر ده عدده الذري 20، هبدا اوزع الالكترونات بتاعتي. اول مستوى طاقه كي هيشيل كام الكترون؟ 2. فاضل لي كام؟ 18. ابدا اروح على ال ياخد كام؟ هياخد 8. طب 2 و8 10، فاضل لي كام يا مستر؟ 10. اقوم داخل على مستوى الطاقه ام. حلو قوي يا مستر. واحد نبيه بقى يجي يقول لي حلو ده يا مستر، انا عندي الام بيشيل 18، يبقى انا ادي الام 10 بس يا مستر اتحلت اهي. اقول لك لا يا فالح، غلط، كل اللي انت عملته ده غلط. طب ليه يا مستر؟ ايه الغلط اللي فيه؟ اقول لك يا فالح، الغلط اللي سيادتك عملته ان انا قلت لك ما ينفعش مستوى الطاقه الاخير يبقى فيه اكتر من 8 الكترونات. مستوى الطاقه الاخير ازاي يا مستر؟ ما هو مش هيبقى الام ده هيبقى اخر مستوى طاقه انت هتدي له 10، في مستويات طاقه بعديه؟ لا، يبقى اخرك هيبقى الام، هيبقى شايل كام؟ 10. طب ينفع مستوى الطاقه يشيل اكتر من 8 الكترونات؟ لا، فاقوم مدي الام كام؟ اقوم مدي له 8. طب يا مستر ما انا كده فاضل لي 2، اوديهم فين؟ قال لك ما احنا لسه عندنا الان، فاقوم جاي على ان اديها كام؟ عدد 2 الكترون، فيبقى التوزيع الالكتروني بتاعي بتاع الكالسيوم 2 8 8 2. صعبه دي؟ تمام. تعالوا نخش على العنصر اللي وراه. ناخد مثلا الكبريت اس، وعدده الذري او عدد الالكترونات فيه 16. هبدا ان انا اوزعه، هيبقى الكي 2 وال 8. طب انا وزعت كده الكي اخد 2 والال 8، دي كده 10، فاضل لي كام؟ 6. اديهم لمين يا مستر؟ قال لك بديهم للام. صعبه دي؟ طب ناخد مثال كمان. دلوقتي عندي عنصر اسمه الكي وعدد الالكترونات فيه بيبقى 19، ده اللي هو البوتاسيوم. عاوز اوزعه، شغل نفسك بقى معايا، يلا بينا. عدد الالكترونات عنده 19، شغل نفسك معايا واحده واحده. اول حاجه مستوى الطاقه كي هياخد كام الكترون؟ سمعني كده. تمام، هياخد 2. بعد كده هنروح على ال هياخد كام؟ ايوه 8. ماشي. طب انا معايا 19 الكترون، وزعت منهم 2 و8 10، فاضل لي كام؟ فاضل لي 9 الكترونات. اعمل فيهم ايه يا مستر؟ اديهم للام يا مستر؟ اقول لك لا، احنا قلنا ما ينفعش يشيل اكتر من 8 الكترونات، فيبقى الام هيشيل كام؟ هيشيل 8. طب انا فاضل لي كام الكترون؟ 2 و8 10 و8 18، يبقى انا فاضل لي الكترون. ادي لمين؟ اقوم رايح على اخونا الان، واقوم مميل عليه واقول له ايه؟ انا معايا الكترون زياده، خده، عشان انا ما ينفعش اشيل اكتر من 8 الكترونات طول ما انا مستوى الطاقه الاخير. صعبه دي؟ تمام. تعالوا بقى نشغل دماغنا في جزئيه جديده، اللي هي ايه؟ اللي هو يجيب لك سؤال ويقول لك عنصر ويقول لك توزيعه، ويبقى محتاج منك انك تعرف عدد الالكترونات اللي فيه. يعني ايه يا مستر؟ يعني مثلا يقول لي عنصر اكس ينتهي
توزيعه الإلكتروني ب3 إلكترونات. يعني هو عنصر توزيعه الإلكتروني بينتهي ب8 إلكترونات، وتتوزع أو توجد إلكتروناته في 3 مستويات طاقة. حلو. عاوز مني ايه بقى مستر؟ يقول لك احسب عدد الالكترونات. عاوز يحسب عدد الالكترونات. تعالوا نفهم الحته دي مع بعض. يقول لك عنصر اكس، مثال زي س كده عندنا في الرياضه. عنصر اكس بينتهي توزيعه الالكتروني ب3 الكترونات. يعني ايه ينتهي توزيعه الالكتروني ب3 الكترونات؟ يعني مستوى الطاقه الاخير عنده فيه 3 الكترونات، وتتوزع الكتروناته في 3 مستويات طاقه. كم مستوى طاقه؟ 3. تعالوا بقى نشتغل مع بعض. هو عاوز ايه؟ عاوز احسب عدد الالكترونات. تعالوا كده نفهم حاجات زي دي نبدا نحلها ازاي. هو بيقول لك ان الالكترونات بتاعته بتتوزع في 3 مستويات طاقه، اللي هم ايه؟ يبقى اقول له كده اول حاجه اكس 3 مستويات طاقه. ابدا اقول له طالما 3 مستويات طاقه يبقى كي وال وام. طب يا مستر اشمعنى الكي والال والام؟ يعني به ما احنا قلنا ما ينفعش احنا نشتغل او نخش على مستوى طاقه من غير اللي قبليه ما يكون اتملى. فانا لما اجي اوزع او اقول ان هو متوزعين في 3 مستويات طاقه، يبقى اكيد هيبقوا متوزعين في اول 3 مستويات طاقه اللي هم الكي والال والام. طب حلو قوي. اعمل ايه بعد كده يا مستر؟ قلت لكم برده معلومه ان ما ينفعش املى مستوى طاقه من غير الاولاني ما اكون مليه. فهو بيقول لك ان توزيع الالكتروني بيخلص ب8 الكترونات. مالناش دعوه بيه، بس اهم حاجه طالما انا عندي 3 مستويات طاقه يبقى معنى كده ان اول 2 هيكونوا ايه؟ هيكونوا مليانين. يبقى الكي هيكون فيه 2 الكترون والال هيبقى فيه 8. طب الام مستر؟ ما هو ما قال لك بقى ينتهي توزيع الالكتروني ب3 الكترونات، فيبقى الام عدد الالكترونات اللي فيه كام؟ 3. طب العنصر بقى كله عنده كام الكترون؟ قال لك كده يبقى 2 و8 10 و3 13 الكترون. فلما اجي اكتب الرمز بتاع العنصر اقول له اكس 13. صعبه دي؟ تعالوا بقى نرجع لمرجوعنا نعرف كده شويه معلومات جديده ونبدا نحل عليها. هنبدا بقى دلوقتي نعرف ايه العلاقه بين الاعداد الجسيمات الدون ذريه اللي هم مين؟ اللي هم البروتونات والنيوترونات والالكترونات. ايه العلاقه ما بينهم؟ تعالوا كده نشوف الجدول ده مع بعض وهنبدا منه نعرف شويه معلومات. شوف اول عنصر اللي هو الكربون، رمزه سي. عدد البروتونات في الكربون ده 6، وعدد النيوترونات 6، وعدد الالكترونات 6، ومجموع عدد البروتونات والنيوترونات 12. تمام ماشي يا مستر. وبعدين نكمل. البورون، قال لك البورون ده بيبقى عدد البروتونات فيه 5 وعدد النيوترونات 6. طب عدد الالكترونات 5. طب ماشي يا مستر. ايوه استفدت ايه برضو؟ تعالى بس كمل معايا. طب نخش على البريليوم. البريليوم ده بيكون عدد البروتونات فيه 4. طب وعدد النيوترونات 5. طب عدد الالكترونات 4. ماشي يا مستر كمل لي. الليثيوم بيكون عدد البروتونات فيه 3 وعدد النيوترونات 4. طب عدد الالكترونات 3. ما خدتوش بالكم من حاجه اللي احنا عاوزين نوصل لها ايه؟ ان في كل العناصر اللي احنا اشتغلناها دي وحتى لو جينا كملنا هتلاقي دايما ان عدد البروتونات بيساوي عدد الالكترونات. اول عنصر هو الكربون، هتلاقي عدد البروتونات هو عدد البروتونات. البورون عدد البروتونات هو عدد الالكترونات. البريليوم عدد البروتونات هو عدد الالكترونات. الليثيوم نفس الموضوع، نفس عدد البروتونات هو عدد الالكترونات. فاول معلومه عاوز يقولها لي ان في ذره اي عنصر ذرته بتكون متعادله بيكون عدد البروتونات بيساوي عدد الالكترونات. دايما في اي عنصر دايما هتلاقي ان البروتونات هي عدد الالكترونات، الاثنين بيساووا بعض. طب تاني معلومه عاوز تقولها لنا مستر، قال لك ان عدد البروتونات وعدد الالكترونات الاثنين دول بنسميهم حاجه اسمها العدد الذري. بنسميهم حاجه اسمها العدد الذري. طب ايه هو مستر العدد الذري ده؟ قال لك العدد الذري ده هو عدد
داخل نواة ذرة العنصر. فتلاقي دايما ان عدد البروتونات بيساوي دايما عدد الالكترونات. بص، كربون 6 6، بورون 6 5 5، بريليوم 4 4، ليثيوم 3 3، هيليوم 2 2. فدايما في ذرة اي عنصر بيكون عدد الالكترونات يساوي عدد البروتونات. طب استفدنا يا مستر؟ هقول لك انا ان عدد البروتونات ده بنسميه عندنا حاجه اسمها العدد الذري. بنسميه حاجه اسمها العدد الذري. اللي هو مستر العدد الذري ده قال لك ان العدد الذري ده هو عدد البروتونات داخل نواة ذرة العنصر. هو عدد البروتونات داخل نواة ذرة العنصر. واحنا قلنا معلومه من شويه ان عدد البروتونات هو عدد الالكترونات. فلما يجي يجيب لي العدد الذري اعرف ان العدد الذري ده هو عدد البروتونات، وعدد البروتونات هو عدد الالكترونات. فلو انا معايا العدد الذري اعرف عدد الالكترونات؟ لان العدد الذري هيبقى هو عدد الالكترونات. طب لو انا معايا العدد الذري اعرف اجيب عدد البروتونات؟ اعرف اجيب عدد البروتونات. طب لو انا معايا عدد البروتونات اعرف اجيب العدد الذري؟ اعرف اجيب العدد الذري. طب لو عدد الالكترونات معايا اعرف اجيب عدد الذري؟ اعرف اجيب العدد الذري. ليه؟ لان الثلاثه بيساووا بعض. العدد الذري بيساوي عدد البروتونات بيساوي عدد الالكترونات. طب العدد الذري ده مستر اعرفه منين؟ هل هو بيجيبوا لي كده في المساله يقول لي العدد الذري كذا؟ اقول لك ممكن يقول لك مثلا عنصر عدده الذري 15، عنصر عدده الذري 12. او ممكن يجيبوا لك بشكل تاني يكتبه لك في رمز العنصر. ازاي يا مستر؟ قال لك ان العدد الذري ده بيكتب في رمز العنصر اسفل يسار العنصر، اسفل يسار العنصر، وبيرمز ليه بالرمز زد، بيرمز ليه بالرمز زد. فالعدد الذري بيتكتب اسفل يسار ذره العنصر او اسفل يسار رمز العنصر، وبيرمز ليه بالرمز زد. طب ده كده اول حاجه ان عدد البروتونات عرفنا ان هي عدد الالكترونات، والاثنين بنقول عليهم عدد ذري، وان تعريف العدد الذري ان هو عدد البروتونات اللي موجوده داخل نواه ذره العنصر. حلو، دي كده معلومه مهمه جدا يا مستر. يبقى انا لما يجي لي مساله ويجيب لي اكس واكس ده تحتيه 15 يقول لي اكتب لي توزيع الالكتروني، اعرف اعمل توزيع الالكتروني؟ طبعا يا مستر. مش انت قلت لي ان زد عدد ذري وعدد ذري عدد البروتونات وعدد البروتونات هو عدد الالكترونات؟ خلاص انا معايا عدد الالكترونات، اعرف اعمله توزيع الكتروني؟ اعرف اعمله توزيع الكتروني. يبقى دي اول معلومه. طب تاني معلومه بقى عاوز يقولها لي، قال لي ان انا عندي حاجه اسمها مجموع اعداد بي زائد ان، اعداد البروتونات زائد النيوترونات. طب ايه دول يا مستر؟ قال لك الاثنين دول بنسميهم العدد الكتلي، بنسميهم العدد الكتلي، او بنقول عليهم عدد رقم تاني او اسم تاني بنقول عليهم عدد النيوكلونات. ايه يا مستر؟ ايه اللي انت بتقول عليه ده؟ عدد النيوكلونات جايه منين؟ دي جايه من كلمه نيوكليس اللي هي ايه؟ نواه بالانجليزي اسمها نيوكليس. فده اسمه عدد النيوكلونات، يعني عدد الجسيمات اللي موجوده جوه النواه اسمه عدد نيوكلونات، يعني عدد المواد او عدد الجسيمات اللي بتبقى موجوده جوه النيوكليس جوه نواه ذره العنصر، اللي هي بنقول عليها العدد كتلي. طب ايه هي الجسيمات اللي موجوده داخل النواه؟ اللي هم البروتونات والنيوترونات. طب حلو، مثلا عرفت كده ليه بيسموها عدد نيوكلونات؟ لان هي عدد الجسيمات اللي موجوده داخل النواه اللي هم البروتونات والنيوترونات. طب ليه يا مستر بيسموها عدد كتلي؟ افتكر كده معايا اللي قلناه الحصه اللي فاتت لو حضرتك مذاكر. قلنا ايه؟ قلنا ان انا عندي عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات هم دول اللي بتتركز فيهم كتله الذره. قلنا ان كتله الذره بتتركز في النواه. طب ليه؟ بسبب ضآلة كتله الالكترونات مقارنه بكتله البروتونات والنيوترونات. يعني معنى كده ان كتله الذره بتتركز في النواه، يعني بتتركز في الاثنين دول. فلو انا عاوز اجيب كتلتها او اجيب حاجه عندها اسمها العدد الكتلي، هحسب عدد مين؟ بحسب عدد البروتونات والنيوترونات. فيقول لك كده ان العدد الكتلي هو عدد النيوكلونات، والاثنين دول بنقول عليهم، او العدد الكتلي ده بنديله تعريف بنقول ان هو عدد البروتونات والنيوترونات الموجوده داخل نواة ذرة العنصر. يبقى تاني، يبقى العدد الكتلي هو عدد بروتونات ونيوترونات، عدد الاثنين مع بعض اللي موجودين جوه النواه. الاثنين دول بسميهم عدد كتلي او عدد نيوكليونات. طب ليه يا مستر عدد نيوكليونات؟ قلنا لان دي عدد الجسيمات اللي موجوده جوه النواه.
طب العدد الذري قلنا ده عدد البروتونات بيرمز ليه بالرمز زد، وعدد البروتونات بيساوي عدد الالكترونات، فلو انا معايا عدد ذري اجيب بروتونات واجيب الكترونات. طب العدد الكتلي ده مستر بعرفه منين؟ او هو بيديهولي بيقول لي ايه؟ قال لك ان العدد الكتلي ممكن برضه يذكره لك في المساله او يديهولك على رمز العنصر، بيرمز له بالرمز A، يعني العدد الكتلي بنكتبه على هيئه الرمز A، وبيكتب اعلى يسار رمز العنصر، اعلى يسار رمز العنصر. طب العدد الذري اسفل يسار رمز العنصر، يبقى ده اسفل يسار رمز العنصر وده اعلى يسار رمز العنصر. تمام؟ يبقى كده عرفت ان عندي حاجه اسمها عدد ذري، وعرفت ان عندي حاجه اسمها عدد كتلي، وان العدد الذري هو عدد البروتونات، وان العدد الكتلي هو عدد البروتونات والنيوترونات. طب ناخد بقى جزئيه ثانيه بالمره واحنا شغالين عشان برضو نبقى عارفينها واحنا بنحل المسائل. انا مستر لو معايا العدد الذري ومعايا عدد كتلي، السؤال ده بقى انا اللي بساله لكم، انا لو معايا العدد الذري ومعايا العدد الكتلي اعرف اجيب عدد النيوترونات؟ هل اعرف اجيب عدد النيوترونات؟ سيبكم تفكروا كده لمده كام ثانيه. مش انا معايا العدد الذري ده هو عدد البروتونات بس، بروتونات بس. طب العدد الكتلي هو عدد بروتونات ونيوترونات الاثنين مجموعين على بعض، يعني مجموع البروتونات والنيوترونات الاثنين متجمعين. لكن العدد الذري هو عدد بروتونات بس، فلما يبقى معايا عدد الاثنين مع بعض ومعايا حاجه واحده اعرف اجيب الناقص اللي هو النيوترونات. اعرف اجيبه ازاي؟ عن طريق ان انا بطرح العدد الكتلي ناقص العدد الذري، يعرف يخليني ان انا اجيب عدد النيوترونات. يبقى انا كده عرفت ان انا لو معايا العدد الكتلي والعدد الذري اعرف اجيب عدد الثلاث جسيمات اللي هم الالكترونات والبروتونات والنيوترونات. عدد البروتونات هجيبه من العدد الذري لان العدد الذري هو عدد البروتونات. طب عدد الالكترونات يا مستر برضه هجيبه لان العدد الذري هو عدد البروتونات ويساوي عدد الالكترونات. طب تمام، يبقى انا زد هو عدد ذري، عدد بروتونات، عدد الكترونات. طب عاوز اجيب بقى النيوترونات، انا كده جبت اتنين فاضل لي واحده، عاوز اجيب النيوترونات اعمل ايه؟ بقوم طارح العدد الكتلي ناقص العدد الذري، يقوم مطلع لي عدد مين؟ النيوترونات. تمام كده؟ يبقى انا كده عرفت كام حاجه يساعدوني بعد كده في حل المسائل. ان ذري يعني بروتون يعني الكترون، كتلي يعني بروتون ونيوترون مع بعض يعني اجيب منه نيوترونات. نخش كده نحل مع بعض شويه اسئله ما معنى وشويه اسئله علل. اول سؤال يقول لك ما معنى العدد الذري للكلور يساوي 17؟ يعني لما يجي يقول لي العدد الذري للكلور يساوي 17، يعني ايه العدد الذري للكلور يساوي 17؟ يعني ال 17 دي اللي هي بتاعت ايه؟ ان يسالني يقول لي ما معنى كده ان هو بيسالني على التعريف، عاوزك تعرف يقول لك العدد الذري للكلور يساوي 17. يعني ايه عدد ذري؟ احنا قلنا العدد الذري هو عدد البروتونات، يبقى هو ده اللي هو طالبه ان هو بيسالك على عدد البروتونات. لما يجي يقول لك ما معنى قولنا ان العدد الذري للكلور يساوي 17، يبقى معنى ذلك ايه؟ ان عدد البروتونات الموجوده داخل نواه ذره العنصر يساوي 17. طب سؤال تاني يقول لك ما معنى قولنا ان العدد الكتلي للكلور يساوي 35؟ هو ايه تعريف العدد الكتلي؟ العدد الكتلي بيساوي عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات، بروتونات نيوترونات الاثنين مع بعض. فلما يجي يقول لي ان العدد الكتلي للكلور يساوي 35، معنى كده ايه؟ معنى كده ان عدد البروتونات وعدد النيوكليونات المكونه لنواه ذره العنصر تساوي 35. يبقى لما يسالني عن معنى العدد الذري يعني معنى كده انه يسالني على عدد البروتونات. طب يسالني عن معنى العدد الكتلي يبقى معنى كده هو بيسالني على عدد البروتونات والنيوترونات. بعد كده شوف برضو شويه اسئله علل. السؤال ده مهم جدا بقى. يقول لك علل، وقلناه على فكره المره اللي فاتت، يقول لك علل ذره العنصر متعادله كهربائيا في حالتها العاديه. يعني وهي في حالتها العاديه اللي احنا عارفينها بنعتبرها متعادله كهربائيا. ليه يا مستر؟ لان في معلومه انا لسه قايلها لكم من شويه وقلناها المره اللي فاتت، ان دايما عدد البروتونات يساوي عدد الالكترونات. طب البروتونات ده مستر شحنتها ايه؟ تعالوا نفتكر مع بعض كده. قلنا البروتونات دي كانت شحنتها موجب 1. طب الالكترونات كانت شحنتها سالبه، كنا بنكتبها -1. فلما يبقى عدد البروتونات يساوي عدد الالكترونات الاثنين بيساووا بعض، واجي ان انا اجمعهم، ما هي الذره فيها بروتونات ونيوترونات فهتجمع الاثنين على بعض، فهتلاقي ان البروتونات او الشحنه بتاعت البروتون بتروح مع الشحنه بتاعت الالكترون، فهتلاقي في الاخر ان الذره شحنتها متعادله. فلما يجي يسالني
ليه الذره بنقول عليها ان هي متعادله كهربائيا في حالاتها العاديه؟ يبقى ليه؟ يبقى لانها تحتوي على بروتونات موجبه الشحنه والكترونات سالبه الشحنه. يبقى تاني، يبقى ليه الذره بنعتبرها متعادله كهربائيا في حالاتها العاديه؟ يبقى قلنا لتساوي عدد الالكترونات السالبه اللي بتدور حول النواه مع عدد البروتونات الموجبه الموجوده داخل نواه ذره العنصر. يبقى تاني، يبقى ليه يا مستر الذره بنقول عليها متعادله؟ بسبب تساوي عدد مين ومين؟ عدد الالكترونات وعدد البروتونات. المعلومه اللي احنا لسه قايلينها ان دايما عدد البروتونات بيساوي عدد الالكترونات. سؤال كمان يقول لك العدد الكتلي بيكون اكبر من العدد الذري غالبا، يعني في اغلب العناصر بيكون العدد الكتلي اكبر من العدد الذري. ليه؟ مش احنا قلنا العدد الذري لسه قايلين من شويه، ما كملناش 5 دقايق، قلنا ان العدد الذري هو عدد ايه؟ عدد البروتونات الموجوده داخل نواه ذره العنصر، يعني هو عدد البروتونات اللي موجوده جوه ذره العنصر. طب العدد الكتلي؟ لا، ده اتنين مع بعض بقى، ده عدد البروتونات وعدد النيوترونات. يبقى لذلك دايما هتلاقي العدد الكتلي اكبر من العدد الذري. فلما يجي يسالني يقول لي علل العدد الكتلي اكبر من العدد الذري غالبا، ليه؟ ابدا احط له التعريف، يبقى لان العدد الكتلي يساوي مجموع اعداد البروتونات والنيوترونات الاثنين مع بعض، لكن العدد الذري بيساوي عدد البروتونات فقط. يعني العدد الكتلي هو عدد البروتونات والنيوترونات، طب العدد الذري هو عدد البروتونات فقط. طب لحد كده حد عنده اي مشكله؟ يا ريت زي ما انتم عارفين من الحصه اللي فاتت لو عندنا اي مشكله بنسيبها في الكومنت واكيد هنرد عليكم. نخش على الجزئيه اللي بعد كده وهي النظائر. يعني ايه يا مستر النظائر؟ تعالوا كده نتعرف عليها مع بعض. بيقول لك النظائر دي بتبقى عباره عن صور مختلفه من ذرات العنصر الواحد. يعني ايه صور مختلفه من ذرات العنصر الواحد؟ يعني مثلا لو انا معايا عنصر زي الهيدروجين، تمام؟ فهي بتبقى صور مختلفه ليه، لكن هو نفس العنصر، يعني هو هيدروجين صور مختلفه من ذرات العنصر الواحد. مالها بقى الصور دي؟ قال لك بتتفق في العدد الذري. يعني مثلا الهيدروجين الاولاني ده عدده الذري 1، فهتلاقي بقيه الصور المختلفه منه عددها الذري 1، لان النظائر دي بتتفق في العدد الذري. وطالما قلنا تتفق في العدد الذري يبقى هتتفق في عدد البروتونات وتتفق في عدد الالكترونات، لان العدد الذري هو عدد البروتونات ودايما عدد البروتونات بيساوي عدد الالكترونات. تمام؟ فنظائر العناصر كلها بتتفق مع بعض في العدد الذري. طب ايه مشكلتهم بقى دول يا مستر؟ قال لك وتختلف في العدد الكتلي. وتختلف في العدد الايه؟ الكتلي. يعني مثلا لو العنصر الاولاني ده الهيدروجين عدده الكتلي 1، فالنظير الثاني ليه هيكون عدد الكتلي 2، طب الثالث هيبقى عدد الكتلي 3. فالنظائر بتتفق مع بعض في العدد الذري. طب هتختلف عن بعض في ايه يا مستر؟ قال لك بتختلف عن بعض في العدد الكتلي. تلاقي الاولاني عدد الكتلي 1، الثاني عدد الكتلي 2، الثالث عدد الكتلي 3. هسألكوا سؤال بقى، طالما هو بيتفق في العدد الذري وبيختلف في العدد الكتلي، يعني بيختلف في عدد ايه؟ مش العدد الذري هو عدد البروتونات؟ يبقى معنى كده ان العناصر دي بتختلف مع بعض في عدد البروتونات؟ لا، ما هو العدد الذري هو ثابت. طب يا مستر ما هو العدد الكتلي بيتغير، يبقى معنى كده ايه اللي بيتغير؟ عدد النيوترونات، لان العدد الكتلي كان بيساوي ايه؟ عدد البروتونات وعدد النيوترونات. فلما يديني ويقول لي ان العدد الذري كله ثابت يبقى معنى كده ان عدد البروتونات ثابت، بس العدد الكتلي بيتغير، يبقى معنى كده ايه بيتغير معاه؟ عدد البروتونات. فيقول لك مثلا معايا اول حاجه نظير العنصر الاولاني، رمز العنصر اتش، بيكون اتش عدده الذري 1 وعدد الكتلي 1، اسمه بروتيوم، اسمه البروتيوم. ماله ده يا مستر؟ قال لك جاب لي التركيب بتاعه بيتكون من ايه؟ بيتكون من بروتون والكترون، لانه عدد الذري 1، فهو معنى كده ان عدد الالكترونات فيه 1 وعدد البروتونات 1، بس عدد النيوترونات هيساوي 0. عدد النيوترونات هيساوي 0. ازاي يا مستر؟ هو في عنصر ما فيهوش نيوترونات؟ قال لك اللي هو الهيدروجين اللي هو 1 عدد الذري 1 وعدد الكتلي 1. طب ليه يا مستر؟ مش احنا قلنا ان عدد النيوترونات
بيساوي العدد الكتلي ناقص العدد الذري. فلما اجي انا اعوض العدد الكتلي عندي بكام؟ العدد الكتلي بواحد والعدد الذري بواحد، فتبدا تطرحهم من بعض فتلاقي ان عدد النيوترونات هيساوي لك كام؟ صفر. صعبه دي؟ يبقى اول واحد اسمه نظير الهيدروجين اسمه البروتيوم. ماله ده مستر؟ قال لك ده بيكون عدده الذري واحد، عدد الكتلي واحد، وعدد النيوترونات اللي فيه صفر. طب عدد الالكترونات اللي فيه واحد، طب عدد البروتونات واحد. صعبه دي؟ نخش على تاني نظير اسمه ديوتريوم، اسمه ديوتريوم. ماله ده مستر؟ قال لك النظير ده بيبقى عدده الذري واحد وعدد الكتلي اتنين، عشان كده بنسميه ديو، جاي من كلمه ديو تريوم، يعني عدد الكتلي اتنين. تمام؟ ماله يا مستر النظير ده؟ قال لك ده عدده الذري واحد وعدد الكتلي واحد، طالما عدده الذري واحد يبقى عدد البروتونات واحد وعدد الالكترونات واحد. طب عدد النيوترونات عنده بقى هبدا اطرح العدد الكتلي ناقص العدد الذري، فهتلاقي ان العنصر ده عدد النيوترونات فيه هيساوي واحد. ودايما ممكن يسالك في الحته دي يقول لك نظير الهيدروجين الذي يتساوى فيه عدد البروتونات مع عدد النيوترونات، يعني الاثنين قد بعض، ده واحد وده واحد، هيبقى انهي نظير؟ اللي هو الديوتريوم. طب لما يجي يسالك يقول لك نظير الهيدروجين الذي لا يحتوي على نيوترونات او الذي لا يوجد به نيوترونات، انهي واحد؟ اللي هو البروتيوم، واللي فيه عدد البروتونات بيساوي عدد النيوترونات او عدد الالكترونات يساوي عدد النيوترونات، ده اللي هو الديوتريوم. ليه؟ لان عدد الكتل 2 وعدد الذري واحد، فهتطرح طبعا الاثنين ناقص الواحد فيطلع لك ان عدد النيوترونات واحد وعدد البروتونات واحد، فيبقوا الاثنين بيساووا بعض. اخر نظير معانا وهو التريوم. ماله يا مستر التريتيوم ده؟ قال لك التريتيوم ده عدد الكتلي 3 وعدد الذري واحد، عشان كده برضو جاي من اسمه تريتيوم. تريتيوم جاي من كلمه 3 اللي هي 3، اسمه تريتيوم. يبقى ده اسمه بروتيوم، ده اسمه ديوتريوم، وده اسمه تريتيوم. يبقى بروتيوم ديوتريوم تريتيوم، بروتيوم ديوتريوم تريتيوم. تريتيوم ليه؟ لان قلنا هو جاي من كلمه 3 اللي هي 3 بالانجليزي اللي هي 3، فبيقول لك ان ده عدد الكتلي بيبقى 3. طب عدده الذري واحد، طب عدد البروتونات فيه واحد، لان عدد الذري واحد يبقى عدد البروتونات واحد. طب عدد النيوترونات هتبدا تطرح العدد الكتلي ناقص العدد الذري، فهتلاقي ان عدد النيوترونات عندك 2. فيجي يسالك يقول لك نظير الهيدروجين الذي يكون فيه عدد البروتونات او عدد النيوترونات ضعف عدد البروتونات، او عدد البروتونات نصف عدد النيوترونات، ده اللي هو انهي واحد؟ ده اللي هو التريتيوم. اللي هو مين؟ التريتيوم. ده بيكون عدد النيوترونات فيه ضعف عدد البروتونات، يعني عدد النيوترونات دي اللي هي المتعادله ضعف عدد البروتونات، لان دول 2 ودول 1، فالنسبه ما بينهم 2 إلى 1، يعني معنى كده ان عدد النيوترونات ضعف عدد البروتونات. تمام؟ لحد دلوقتي في اي حاجه صعبه؟ يبقى تاني، يبقى احنا قلنا كده ان اول نظير اسمه البروتيوم. ماله؟ الذره بتاعته فيها الكترونات وبروتونات فقط، لان عدد الذري واحد وعدد الكتلي واحد، فبالتالي عدد النيوترونات هيساوي صفر. طب طالما عدد البروتونات صفر يبقى عدد النيوترونات اللي موجوده هيساوي واحد وعدد الالكترونات هيساوي واحد. طب تاني نظير اسمه الديوتريوم. قلنا ليه ديو؟ لان فيه 2، عدد الكتلي 2 وعدده الذري واحد، يبقى معنى كده ان عدد النيوترونات واحد، فيقول لك نظير الهيدروجين اللي بيتساوى فيه عدد النيوترونات مع عدد البروتونات اللي هو اسمه الديوتريوم. طب اخر واحد اللي هو اسمه تريتيوم او التريتيوم. ماله ده مستر؟ قال لك ده عدد الكتلي 3، جاي من كلمه تريتيوم او تري. ده عدد الكتلي 3 وعدد الذري واحد، هتيجي تطرح عشان تجيب عدد النيوترونات، فهتلاقي ان عدد النيوترونات عندك يساوي 2. فبيقول لك ان في نظير الهيدروجين ده بالتحديد بيكون عدد النيوترونات ضعف عدد البروتونات، او عدد البروتونات نصف عدد النيوترونات. تمام؟ يبقى البروتونات ضعف النيوترونات ضعف البروتونات، والبروتونات نصف النيوترونات. يبقى زي ما قلت لكم ان في اخر نظير اللي هو اسمه التريتيوم
ده بيكون عدد النيوترونات فيه ضعف عدد البروتونات. طب البروتونات يا مستر بيكون نصف عدد النيوترونات، تمام؟ وقلنا ليه اسمه تريتيوم؟ لان عدد الكتلي 3، عدد الكتلي 3، عدد البروتونات 1، عدد النيوترونات 2. طب تعالوا كده ناخد مسألة نطبق فيها على الموضوع ده واحنا شغالين كده مع بعض، نحل واحنا لسه في الحصة. يلا بينا. فتعالوا كده نحل مع بعض مسألة على الجزئية اللي اخدناها. اول سؤال بيقول لك عنصر اكس عدد نيوكليوناته 39 وعدد نيوترونات يساوي 19. احسب رقم 1 العدد الذري، رقم 2 عدد الالكترونات، رقم 3 عدد البروتونات، ورقم 4 بيقول لك اكتب رمز العنصر معبرا عنه بإيه وزد. يلا بينا. بيقول لك عنصر اكس عدد نيوكليوناته 39. دايما انا في المسائل اللي زي كده او اي مسائل بتجيلنا بحب ان انا اشتغل على مقوله واحده اللي هو ايه؟ امسك المساله فصصها. افصصها ايه يا مستر؟ هي سمكه يا مستر هنقعد ناكل؟ ايوه، امسك المساله فصصها، طلع منها كل تفصيله. يقول لك عنصر اكس، تمام، ده رمز العنصر، ماله؟ عدد نيوكليوناته 39. يعني ايه عدد نيوكليونات 39؟ النيوكليونات دي اللي هي مين؟ اللي هي ان زائد بي، ان هي نيوترونات زائد بروتونات. فيبقى انا عرفت كده اول معلومه عندي ان العنصر ده عدد النيوترونات زائد البروتونات الاثنين مع بعض بيساوي 39. طب تعالى كمل معايا ويقول لك وعدد النيوترونات يساوي 19. يعني عدد النيوترونات 19. احسب العدد الذري. طب اجيب العدد الذري ازاي يا مستر؟ تعالوا كده نشوف مع بعض. هو اول حاجه قال لك ان نيوكليوناته 39 والنيوترونات 19. طب انا عاوز اجيب عدد مين عشان اجيب العدد الذري؟ عاوز اجيب عدد البروتونات. فيبقى عندي اول حاجه كده اجيبها هي عدد البروتونات. اقول له ان عدد البروتونات هيساوي ايه بقى؟ قال لك يساوي عدد النيوكليونات ناقص عدد النيوترونات. ما انا مش النيوكليونات، هي بروتونات ونيوترونات وانا معايا عدد النيوترونات هنا. فيبقى اعمل ايه عشان اجيب عدد البروتونات؟ اطرح النيوكليونات من النيوترونات، فده يطلع لي مين؟ عدد البروتونات. وقلنا ان عدد البروتونات هو كده عدد الذري. قلنا ان العدد الذري هو عدد البروتونات اللي موجوده داخل نواه ذره العنصر. فلما يبقى معايا عدد النيوترونات، عدد البروتونات هيساوي في الاخر 20. 39 ناقص 19 هيساوي 20. فلما يبقى معايا عدد البروتونات يساوي 20 يبقى معنى كده ان العدد الذري هيساوي كام؟ هيساوي 20. طب وعدد الالكترونات؟ مش احنا قلنا عدد البروتونات هو العدد الذري وعدد البروتونات هو عدد الالكترونات؟ فيقول لي عدد الالكترونات هيساوي كام؟ قال لك هيكون عدد الالكترونات هيساوي 20. حلو. طب عدد البروتونات بقى يا مستر؟ ما انا لسه جايبه يا ابني، ما احنا مش قلنا ان انا عشان اجيب عدد ذري لازم اجيب عدد البروتونات؟ طب انا جبت عدد البروتونات ب 20، هو بيسالني عن عدد البروتونات وهو كده كده عدد البروتونات معايا، يبقى عدد البروتونات هيساوي 20. اكتب بقى رمز العنصر معبرا عنه بايه وزد. مين ايه ده؟ تعالوا افتكروا معايا كده. ايه ده؟ كان العدد الكتلي اللي هو عدد النيوكليونات. طب وزد اللي هو العدد الذري. طب انا معايا العدد الذري يا مستر؟ ما انا لسه جايبه. طب انا معايا ايه يا مستر؟ ايوه، ما هو عدد الايه؟ هو العدد الكتلي وهو عدد النيوكليونات. فعاوز يكتب رمز العنصر معبرين عنه بالاثنين دول، اللي هو العنصر اللي هو رمزه اكس. تمام، اكس عبر عنه بايه وزد. ايه العدد الكتلي؟ قلنا بيتكتب فين؟ اعلى يسار ولا اسفل يسار؟ قلنا لا. فتعالوا نحل كده مع بعض سؤال. يقول لك اول سؤال
عنصر اكس تحتوي نواته على 39 نيوكلون، ويوجد به 19 نيوترون. احسب رقم 1 عدد البروتونات، 2 عدد الإلكترونات، رقم 3 عدد أو العدد الذري، رقم 4 رمز العنصر معبرا عنه بإيه وزد. تعالوا كده نفهم السؤال ده مع بعض. دايما انا في كلمه الصراحه بحب اقولها قوي واحنا بنحل الاسئله، اللي هي ايه؟ وانت بتحل السؤال فصصه. فصصه ازاي يا مستر؟ هو احنا بناكل سمك؟ ايوه، اعتبر نفسك كانك قاعد بتاكل اكله سمك، قدامك بقى اكله سمك محترمه، وماسك حته سمكه قدامك وهتبدا تاكلها. ينفع تاكلها بالعظم، تاخد السمكه على بعضها وتاكلها؟ لا، بتبدا ان انت تفصصها وتطلع اللحم منها. ده بالظبط اللي احنا عاوزين نعمله دايما في اي مسائل هتقابلنا طول الترم، ان انا لما امسك مساله افصصها، اطلع منها المعطيات اللي انا عاوزها ونمشي فيها واحده واحده. فيقول لك مثلا عنصر اكس، يبقى انا كده اول معلومه عرفتها ان العنصر رمزه اكس. ماله؟ تحتوي نواته على 39 نيوكلون. سواء يقول لك عدد نيوكلوناته او تحتوي على 39 نيوكلون او في 39 نيوكلون، النيوكلون ده اللي هو الايه؟ اللي هو العدد الكتلي، اللي هو عدد البروتونات زائد النيوترونات، الاثنين على بعض اسمهم نيوكلونات او نيوكلون. تمام؟ فهو بيقول لك نواته فيها 39 نيوكلون، يبقى انا كده عرفت ان العدد الكتلي 39 وان عدد البروتونات والنيوترونات 39، ويوجد به 19 نيوترون. يبقى انا كده عندي عدد النيوترونات كام؟ 19. يبقى انا معايا عدد النيوكلونات ومعايا عدد النيوترونات. احسب بقى، عاوزك تحسب رقم 1 عدد البروتونات. اجيبه ازاي يا مستر؟ مش احنا قلنا ان انا معايا النيوكلونات اللي هي العدد الكتلي، بروتونات وزائد نيوترونات، الاثنين مع بعض، صح؟ طب ومعايا النيوترونات بس، اعرف اجيب البروتونات؟ لان عدد البروتونات هيساوي هنا عدد النيوكلونات اللي هي ايه؟ ان زائد بي اللي هي النيوترونات زائد بروتونات، ناقص عدد النيوترونات. مش ده الاثنين مع بعض وده النيوترونات لوحديها. لما اجي اطرح النيوكلونات من النيوترونات يديني عدد البروتونات اللي هو هيطلع في الاخر كام؟ 20 بروتون. حلو قوي، يبقى انا كده جبت مين؟ عدد البروتونات. طب بيسالني على عدد الالكترونات. مش احنا قلنا معلومه مهمه قوي في اول الحصه اهو، اللي هي ايه؟ قلنا دايما ان عدد البروتونات هي عدد الالكترونات، عدد البروتونات هي عدد الالكترونات. فطالما عدد البروتونات 20 يبقى عدد الالكترونات كام؟ هتساوي برضو 20 الكترون. حلو قوي يا مستر، ماشي تمام، سهله دي. طب العدد الذري، مش قلنا ان العدد الذري هو عدد البروتونات؟ الاثنين واحد، طالما معاك عدد ذري يبقى معاك عدد البروتونات. يبقى العدد الذري عندي هيساوي برضو 20 لان عدد البروتونات عندي 20 فالعدد الذري 20. يقول لك بقى اكتب رمز العنصر معبرا عنه بايه وزد. يعني ايه؟ يعني عاوزك تكتب رمز العنصر وتكتب عليه ايه وزد، اللي هم مين يا مستر؟ الايه وزد دول. تعالوا نفتكر مع بعض. مش قلنا الايه دي اللي هي كانت عدد الكتلي وهي عدد النيوكلونات؟ طب كانت بتتكتب فين بقى يا مستر؟ كانت اعلى يسار ولا اسفل يسار؟ لا، كنا بنقول ان العدد الكتلي كان بيتكتب اعلى يسار رمز العنصر. طب ومين زد ده؟ زد ده اللي هو العدد الذري، كنا بنقول زد ذري زد ذري، الاثنين زي بعض. فالعدد الكتلي اللي هو ايه؟ العدد الذري اللي هو زد. فانا لو عاوز اكتبهم او اكتب رمز العنصر معبرا عنه بايه وزد، اعمل ايه؟ اكتب رمز العنصر اللي هو اكس واكتب عليه العدد الكتلي اللي هو بيتكتب اعلى يسار رمز العنصر. العدد الكتلي عندي كام؟ 39، فاكتب له 39. طب زد اللي هي العدد الذري، العدد الذري جبناه بكام؟ ب 20، فاكتب تحت هنا 20. فيبقى العنصر اللي معايا عدده الكتلي
39 وعدده الذري 20. صعبة دي؟ تمام. تعالوا ناخد عنصر تاني. يقول لك برضو عنصر اكس ماله؟ توجد داخل نواته 35 نيوكلون. يعني موجود داخل النواة عنده او تحتوي نواته على 35 نيوكلون. تمام. وبعدين يا مستر قال لك وتدور الكتروناته في 3 مستويات للطاقة. يعني الالكترونات بتدور في كام مستوى؟ 3. وينتهي توزيعه الالكتروني بكام بقى؟ قال لك ب 1 الكترون. يعني توزيعه الالكتروني بينتهي بالكترون، او مستوى الطاقه الاخير عنده فيه الكترون، او مستوى الطاقه الخارجي عنه فيه الكترون. الثلاثه نفس المعنى. يعني ينتهي توزيع الالكتروني يحتوي مستوى الطاقه الاخير يحتوي مستوى الطاقه الخارجي، كلهم ليهم نفس المعنى، ان اخر مستوى طاقه عنده فيه كام الكترون؟ 1. عاوز مني ايه بقى مستر؟ عاوز مني حاجتين بساط قوي. قال لي رقم 1 احسب العدد الذري. رقم 2 احسب عدد البروتونات. يلا بينا. مستر انا مش فاهم اي حاجه، انا مش عارف اطلع اي حاجه ولا فاهمين اي معلومه. تعالوا نمشي مع بعض كده واحده واحده. انا قلت لكم ايه؟ هي عامله زي اكله السمك، امسكها فصصها واحده واحده ومع بعضين. يقول لك عنصر اكس بتوجد داخل نواته 35 نيوكلون. قلنا النيوكلونات اللي هي العدد الكتلي، اللي هي عدد النيوترونات زائد عدد البروتونات. فطالما داخل نواته 35 نيوكلون يبقى معنى كده النيوكلونات دي اللي هي ايه؟ بي زائد ان. بي زائد ان اللي هي عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات. ماشي يا مستر، بسيطه. يبقى عرفنا اول معلومه كده. وتدور الكتروناته في 3 مستويات طاقه. يعني الالكترونات بتاعته بتدور في كام مستوى طاقه؟ 3. قلت لكم اول ما تشوفوا المعلومه زي دي تبداوا تعملوا ايه؟ تجيبوا الاكس وتبداوا تحطوا ب3 مستويات طاقه اللي هم الكي والال والام. حلو. قال لك وينتهي توزيعه الالكتروني ب1 الكترون. يعني اخر مستوى طاقه عنده فيه الكترون. طب اعمل ايه؟ ابدا ان انا طالما وصلت للمستوى الثالث يبقى اول 2 معنى كده ان هم مليانين، فاحط الكي اديله 2 والال اديله 8 وينتهي توزيعه الالكتروني بالكترون 1 اديله 1. تمام. يبقى عنصر اكس توجد داخل نواته 35 نيوكلون وتدور الالكترونات في 3 مستويات للطاقه وينتهي توزيعه الالكتروني بالكترون. خلاص هو هنا العنصر توزيعه الالكتروني خلاص بالكترون 1. حلو. انا كده اول حاجه واول معلومه استفدتها ايه؟ ان عدد الالكترونات عندي كام؟ 19 11. 2 و8 و1 عدد الالكترونات عندي 11. يبقى انا كده عندي 11 الكترون. لا بلاش. بص يا لؤي معلش هنعيد تاني من عند السؤال ده. انا همسح فيه بقى، هعدل فيه حاجه بس وهنعيده تاني معلش.
طيب كده السؤال الاول خلاص تمام، ما تعدلش في حاجه، احنا هنعدل بس على السؤال الثاني. يقول لك لا تاني بقى، تاني معلش. طب تاني مساله معانا يقول لك ايه؟ يقول لك عنصر اكس ماله مستر؟ قال لك تحتوي نواته على 27 نيوكلون. يعني النواه فيها كام نيوكلون؟ 27 نيوكلون. وتدور الكتروناته في 3 مستويات طاقة. الكتروناته بتدور في 3 مستويات طاقة. حلو ماشي يا مستر، وبعدين قال لك وينتهي توزيعه الإلكتروني بإلكترون. يعني توزيع الإلكتروني بينتهي بإلكترون واحد. طب طالب مني إيه؟ طالب مني حاجتين. رقم واحد بيقول لك احسب العدد الذري. طب رقم 2 احسب عدد البروتونات. رقم 3 يقول لك احسب عدد النيوترونات. فيقول لك عنصر اكس بتحتوي نواته على 27 نيوكلون، وبتدور الكتروناته في 3 مستويات للطاقه، وينتهي توزيع الالكتروني بواحد الكترون. ينتهي توزيع الالكتروني دي هي على فكره يحتوي مستوى الطاقه الاخير ليه، او يحتوي مستوى الطاقه الخارجي، او ينتهي توزيع الالكتروني. الثلاثه بيدونا نفس المعنى، يعني الثلاثه بيدلونا على نفس المعلومه. فتعالوا كده زي ما اتفقنا مع بعض من اول مساله ان احنا هنعمل ايه؟ نمسك المساله نفصصها، اكله سمك وقاعدين قدامها محدش يجوع مني، يلا بينا. فيقول لك عنصر اكس بيحتوي او تحتوي نواته على 27 نيوكلون. قلنا يعني ايه نيوكلون؟ نيوكلون يعني ان عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات يساوي كام؟ 27. تمام، ادي اول معلومه. وتدور الكتروناته في 3 مستويات للطاقه. الكتروناته بتدور في كام مستوى؟ 3. وينتهي توزيع الالكتروني بالكترون. سيبكم كده من اول جزئيه، واحنا قلنا اول ما الاقي 3 مستويات طاقه ابدا ان انا امثلهم وابدا ان انا ارسمهم. فبيقول لك عنصر اكس، فيبقى عندي كده الاكس ماله يا مستر؟ احط ال3 مستويات طاقه بتوعي كي وال وام، وابدا ان انا ارسمهم. الكي قلنا ما ينفعش ان انا املى مستوى طاقه من غير ما املى اللي قبليه، فيبقى الكي هياخد 2. طب والال ما ينفعش اروح على الام من غير ما ال يبقى فيه 8. طب بالنسبه للام بقى يا مستر اكمل بقى سؤالي. قال لك وينتهي توزيعه الالكتروني بواحد الكترون، يعني مستوى الطاقه الاخير اللي هو الثالث فيه كام الكترون؟ فيه 1. فيبقى الام بواحد. يبقى انا كده معايا ايه؟ معايا عدد الالكترونات. مش انا عملت توزيع الكتروني؟ يبقى انا كده معايا عدد الالكترونات. عدد الالكترونات عندي بكام يا مستر؟ قال لك عدد الالكترونات عندك ب 11. طب طالما عدد الالكترونات ب 11 زي ما كنا بنستنتج من العدد الذري عدد الالكترونات، ينفع برضه نستنتج من عدد الالكترونات العدد الذري. طالما عدد الالكترونات 11 يبقى عدد البروتونات هو كمان 11. وطالما عدد البروتونات 11 يبقى احسب العدد الذري، يبقى العدد الذري عندي هيساوي كام؟ هيساوي 11. تاني سؤال بيقول لي احسب عدد البروتونات. ما احنا قلنا عدد البروتونات هو العدد الذري وهو عدد الالكترونات، فيبقى العدد البروتونات عندي برضه هو كمان هيساوي 11. اخر سؤال بيقول لي احسب عدد النيوترونات. عاوز يحسب ويعرف الذره دي فيها كام نيوترون، النواه بتاعتها فيها كام نيوترون. مش احنا معانا عدد النيوكليونات اللي هي العدد الكتلي اللي هي عدد البروتونات والنيوترونات الاثنين مع بعض، وجبت هنا عدد البروتونات. اعرف احسب عدد النيوترونات؟ يقول لي اه. يبقى عدد النيوترونات هيساوي عدد النيوكليونات ماله يا مستر؟ ناقص عدد البروتونات. يبقى عدد النيوكليونات ناقص عدد البروتونات. النيوكليونات بكام؟ ب 27. طب البروتونات بكام؟ ب 11. طب عاوز احسب بقى عدد النيوترونات، يبقى 27 ناقص 11 يبقى هتساوي كام؟
هتساوي في الاخر معانا 16. 16 ايه بقى؟ 16 نيوترون. صعبه دي؟ مسألتين سهلين وتطبيق مع بعض، وطبقنا مع بعض عليهم كده بشكل سريع، وباذن الله ان شاء الله في الفيديو بتاع حل التدريبات هنحل كمان مسائل اكتر ومسائل اجمد من دي كمان هنشتغل عليها ان شاء الله مع بعض في فيديو تدريبات. انتظرونا ان شاء الله، هينزل لكم بعد الحصه. لحد هنا نكون خلصنا الدرس بتاعنا. اتمنى تكونوا استفدتوا، واتمنى ان يكون الفيديو طبعا عجبكم، واي حاجه محتاجينها، اي جزئيه مش فاهمينها او شايفينها صعبه بالنسبه لكم، يا ريت ما تنسوش تكتبوا لنا في الكومنتات بتاعت الفيديو، وباذن الله في اخر الشهر هنطلع معاكم لايف نرد فيه على كل استفساراتكم، كل الاسئله اللي انتم حابين تسالوا عليها. شكرا لكم، كان معكم مستر محمد رجب مدرس العلوم من منصه نتعلم. سلام.